السؤال اللي حير بزاف ديال الفلاسفة وخلاهم يطرحوا عدة إشكاليات عليه، وهو شكون اللي كيعطي الشخص الهوية ديالو؟ واش هاد الهوية كتقوم على العقل، الجسد، الإرادة، ولا شي حاجة مخفية في النفس ديالنا؟ جون لوك جاب تصور جديد في الزمان ديالو وقال بأن الهوية ديال الشخص كتقوم على الشعور، وخصوصا الذاكرة. الشخص هو داك الكائن اللي كيعقل، كيتفكر أفعال وأفكار دارها في الماضي وكيدركها في الحاضر. الشعور المستمر هو اللي كيوحد الشخص وكيخليه يبقى نفسه حتى ولو تبدلات الظروف ديالو. الفكرة ديال لوك عندها واحد القيمة كبيرة، لأنها كتأسس على المسؤولية ديال الشخص وعلى كل داك الشي اللي دارو في الماضي، سواء من الناحية القانونية ولا الاجتماعية. ولكن هنا كنلقاو واحد المشكل: الذاكرة ماشي ديما كتبقى ثابتة. المرض ولا الشيخوخة ولا حتى خداع الحواس يقدر يخلي الشخص ينسى ولا يخلط الذكريات ديالو. وهنا يمكن طرحوا السؤال التالي: واش ممكن نبنيو الهوية ديال الشخص على الذاكرة، حتى ولو كانت هاد الذاكرة ممكن تتغير مع الوقت وتتبدل؟ هنا كيجي تصور شوبنهاور وكيقول بأن الذاكرة ولا الجسد ماشي هما اللي كيعطيو الهوية للشخص. علاش؟ لأن أساس الهوية الشخصية بالنسبة لشوبنهاور كيتأسس من خلال الإرادة، وخصوصا إرادة الحياة. فإرادة الحياة هي اللي كتشكل الأساس ديال الهوية، لأن الإرادة ديما كاينة وثابتة وما كتبدلش. شوبنهاور كيعتبر بأن الجسد والشعور كيتغيروا مع الوقت، ولكن الإرادة ثابتة وديما كتفرض الوجود ديالها. مثلا شي واحد اللي كيسعى باش أنه يحقق شي حاجة في حياته، الإرادة القوية اللي عنده هي اللي كتخليه يحدد الهوية ديالو، وماشي غير مجرد الأفكار اللي عنده في دماغه. لاشولي زاد فكرة أخرى وقال بأن هوية الشخص كترجع للتطابق مع الذات. يعني الشخص هو إلا إلا كان كيتذكر حياته في الماضي وكيدير نفس التصرفات أو عنده نفس المزاج اللي كيستمر معاه. هاد الاستمرارية كتخليه يحس بأنه هو نفس الشخص اللي كان في الماضي واللي كاين دابا. ولكن شنو إلا تبدل المزاج ديال الشخص ولا ما بقاش كيتذكر داكشي اللي كان في الماضي؟ واش غادي يفقد الهوية ديالو زعما؟ ديكارت من جهته كان عنده تصور واضح وصريح: فالتفكير هو اللي كيشكل الهوية. الشخص هو كائن مفكر، والوعي بالأفكار ديالو هو اللي كيعطيه هويته. ديكارت كيقول: أنا أفكر، إذا أنا موجود. يعني الفكرة اللي عندي في العقل ديالي ميمكنش ليا نشك فيها. هاد التصور عطى الهوية واحد طابع عقلي، وفتح الباب قدام الناس باش يتحروا من سلطة الكنيسة اللي كانت حاصرة التفكير في الدين فقط. ولكن التصور ديال ديكارت حول هوية الشخص تعرض لعدة انتقادات. علاش؟ لأن ديكارت ربط الهوية بالعقل وعزل الجسد والعالم الخارجي، وكأن الشخص كائن مفكر منفصل عن الواقع تماما. وفي النهاية ففريد جاب فكرة عميقة بزاف وقال بأن اللا شعور هو اللي كيحدد الهوية ديال الشخص. كاين واحد الصراع دائم داخل النفس بين الهو اللي فيه الغرائز والشهوات، والأنا الأعلى اللي فيه القيم والمبادئ اللي اكتسبناها، والأنا اللي كيحاول أنه يوفق بيناتهم. فهاد الصراع اللي كيتحكم فيه اللا شعور هو اللي كيشكل الهوية ديالنا وكيحدد التصرفات ديالنا كذلك. يعني الاختيارات ديالنا ماشي ديما كتكون عقلانية، ولكن فهي كتحكم فيها دوافع خفية في النفس اللي ما كنشعروش بها. من هنا ممكن نقولوا بأن كل فيلسوف شاف الهوية الشخصية من زاوية مختلفة، وكل واحد فيهم عطاها تفسير مختلف على حسب الرؤية ديالو، سواء من ناحية العقل، الإرادة، اللا شعور، أو حتى الذاكرة. هادشي كامل كيخلينا نوقفوا على التعقيد اللي كاين في الهوية الشخصية، وكيفاش ممكن هاد الهوية تبدل وتتأثر بعدة عوامل.